Assalamu alaikum warahmatullah. So in today's video we are going to introduce a new very important topic which is called neurolinguistics, as you are seeing in the screen. So neurolinguistics, if you see the title, you'll find that we are going to study two branches in one branch. The first branch is called neurology, which means the studying of the brain and the form and functions of the brain. And we have linguistics, which is the studying of language. It's like studying language and how it occurs in the brain. How we produce language in the brain, how we comprehend language, how we hear the sounds, how we produce the sounds, how we produce sentences, and so on and so forth. So what is neurolinguistics? It is defined as the relationship between language and communication to differentiate, or you can say to different aspects of brain function. For example, how our brain understands and produces language. إذا ملي كندوي على neurolinguistics أو neurolinguistics حنا كندوي على واحد العلاقة ما بين language and the brain أو language and communication. يعني كيفاش كنديروا لا communication عن طريق الدماغ. So to differentiate aspects of brain function لأن كل منطقة في الدماغ ديالنا عندها علاقة بلا برودكسيون دو لونغ أو لا عندها علاقة بلا كومبريهنسيون دو لونغ، يعني كيفاش كنفهموا اللغة وكيفاش كنديروا لها البرودوسين. إذا هذا العلم هذا كيهتم باللغة من الجانب يعني الجهاز العصبي ألا وهو الدماغ. إذا دابا خصنا نعرفوا شنو هما المناطق اللي كيتكلفوا بلا برودكسيون دو لونغ اند كومبريهنشن اوف لانجويج اوف كورس، وغنشوفوا واحد المنطقة اللي هي مهمة. إذا أول منطقة مشهورة في النيورولينغويستكس أو لا psycholinguistics, I mean language and the brain, is called Broca's area, which means Broca's zone, and it was developed by Pierre Broca. He was a French physiologist كي أكد لنا على أن كاين واحد لا زون ولا واحد المنطقة في الليفت هيمسفير ديال الدماغ ديالك انت كإنسان اللي كيهضر اللغة اللي كتسمى بروكاز اريا، واللي الدور ديالها ولا فونكسيون ديالها is to produce language, which means language production. يعني كيفاش يعني نقوموا بلا برودكسيون دو لونغ. كيفاش كنهضر دابا انا ملي كنهضر كندير برودكسيون دو لونغ عن طريق البروكاز اريا، عن طريق بروكا زون، يعني المنطقه اللي عندي في الليفت هيمسفير اللي كتعاوني ندير لا برودكسيون دو لونغ. وبروكاز اريا ما كتهتمش فقط ب يعني برودكسيون دو لونغ، حيت ملي تنقول لك يعني بروكاز اريا كتهتم فقط بلا برودكسيون دو لونغ، يعني هذا الشيء عام. لكن في منطقه بروكاز اريا كيكونوا عندنا جوج المناطق صغيورين. عندنا واحد المنطقه اللي كتسمى بي 44 وكاين عندنا منطقه سميتها بي 45. بي 44 كتكلف لك بلا برودكسيون دو سون، يعني الفناتكس اند فينولوجي. انت كانجلش ستودنت غتعرف انه راه كاين حاجات مثل الفناتكس اند فينولوجي. اذا منطقه بي 44 كتهتم يعني بالبرودكشن اوف ساوندز، يعني الساوندز يعني سبيتش كتهتم بهم، في حين ان البي 45 كتهتم بالسينتاكس اند جرامر، or I can say grammar in general. يعني كيفاش تخرجوا القواعد، كيفاش كترتب الجملة، كيفاش يعني فعل فاعل مفعول به، كتقوم هي بهذا الشيء. وكذلك كتقوم يعني بواحد المنطقة أخرى اللي كتسمى WP اللي كتهتم بالword formation، يعني كيفاش الإنسان كينطق الكلمات، كيفاش كيستعمل الكلمات. وكاين لا غرامير وكاين سينتاكس. هادشي كامل الا جمعنا سينتاكس، جمعنا فوناتكس and phonology and morphology لحد الان اي بمعنى انا عاود بروكاز اريا كتهتم فقط بالجانب فوناتكس، فينولوجي، مورفولوجي اند سينتاكس، حيت هاد الربعه هادو هما الاولين اللي كنتكلف الا بغيت ندير برودكشن دو لانجويج. خاصني ندير هادي هما الاولين، خاص يكونوا عندي اصوات فمي، خاصني يكونوا عندي كلمات وعندي سنتنسز او جمل. هذه برودكسيون. عندنا منطقه اخرى اللي كتكون وراها اللي كتسمى فيرينكز اريا developed by فيرينكي، اللي هو واحد يعني الماني الجنسيه، اللي اكتشف بان واحد المنطقه اللي كتشوفوا قدامكم سميتها فيرينكز اريا، وكتهتم بلا كومبريهنسيون دو لونغ، كيفاش كنفهموا اللغه. يعني انت ملي دابا كتسمع ليا، انت دابا الفيرينكز اريا ديالك خدامه باش تفهمني اشنو كنقول. وهاد فيرينكز اريا كتفهم كل شيء، يعني كتفهم اللغه وكتفهم كذلك ما يحدث حولك الى اخره. لكن فيرينكز اريا اكتشفت بانها يعني كتفهم فيها اللغه بزاف. اوكي، يعني الا بغيتي تفهم اللغه راه كتستعمل فيرينكز اريا ديالك. ثم عندنا اخر بارت اللي كتسمى الارتيكوليت فيسيكلس او الاكيوت فيسيكلس، يعني الابريفييتد ديالها از اف،
اللي هي as a connector، يعني بحال واحد لا كونيكتور ما بين البروكز اريا والفارينكز اريا. اذا هاد ترانسفير او لا الكونيكتور هو اللي كيعاونني انني نفهم اللغه مزيان، ثم الا بغيت نرد او ندير لا برودكسيون دو لونغ كنعتمد على هذاك ترانسفير او لا الاركيوت فاسيكلس. وهذا الشيء كامل كيوقع عندك في الفص الايسر ديال الدماغ ديالك اللي سميتو ليفت هيمسفير. اذا دابا فهمنا يعني كيفاش كنفهموا اللغه وكيفاش كنديروا لها لا برودكسيون بشكل عام. يعني دوينا على البروكز اريا، دوينا على الفارينكز اريا، اركيولت فاسيكولس، ودوينا على الليفت هيمسفير يعني as a specific part of the production of language of course. الان ننتقلوا باش نشوفوا واحد 3 things اللي متعلقين بال SLA which means second language acquisition. دابا غنمشيو شويه سبيسيفيك ونشوفوا لا برودكسيون دو لونغ ولا كومبريهنسيون دو لونغ كيفاش كتوقع في the brain يعني في الدماغ ديالك ملي كتنتج ليا second language، ماشي المادر تونغ، ماشي يعني المادر تونغ ماشي الدارجه او لا يعني second language. اذا اول حاجه غنشوفوا language and the brain وهي اللي شفناها دابا، ثم غنشوفوا learning process كيفاش كنتعلموا، وكذلك learning differences. So language and the brain غنشوفوا location او اللي كنسميها localization اي بمعنى الاريا يعني المناطق اللي كيكونوا في الدماغ كتسمى localization، or representation of language in the brain يعني how we represent language in the brain of course. So different researchers have contrastive ideas about the location localization and representation of language in the brain. Of course غير دابا شويه قلت لكم representation فين كاينه، وريتكم location ديال Broca's area, Varunca's area and so on and so forth. But now we want to see the L2 which means second language where it occurs in the brain. ماشي L1s لأن as per the researchers they said that L2 is not entirely present in L1's localization or you can say position. It can have a location of its own. إذا هما كيأمنوا بأن second language ممكن تكون عندها اريا خاصة بها من غير البروكا. قدروا يقولوا لك هما كاينه شي منطقة أخرى. بحال عندنا جوج العلماء اللي هو إيرفين and Osgood. Language and brain can relate in 3 different ways. كيقولوا لك على انه ممكن تشوفوا يعني نديروا relation ديال brain of second يعني second language into 3 levels او ways. عندنا coordination، عندنا compounding and subordinating bilingualism and we will see each one of them. اذا ببساطه ملي كندوي على الإيرفين يعني Osgood study تيقول لك ان 3 ways. كاينه حاجه كتسمى الكوردينيتين كيف ما قلت لكم دابا من شويه اللي كتعني الباراليزم اند اندبندنت لينغويستيك سيستم. هما تيامنوا بانه علاش ال2 عندها منطقه مخصصه ديالها، علاش لان لا برودكسيون دو لونغ يعني ديال ال2 ماشي بحال ال1، لان دابا انت مراكن الدارجه راه ماشي بحال لونجلي والفرونسي ماشي بحال لونجلي واسبانيا، كل حاجه عندها السيستم ديالها مخصص فيه في الكلمات في شحال حاجه. هو تيقول لك بان كاينه واحد الحاجه تسمى الكوردينيت اي بمعنى اندبندنت سيستم. يعني ال2 علاش عندها منطقه ديالها بوحدها لان ممكن تكون عندها سيستم ديالها بوحدها. ثم عنده تيقول لك انه كاين واحد الواي اخرى اللي كتسمى الكومباوندين. اوف كورس ممكن نقدروا نلقاو واحد اليونيفايد سيستم. علاش؟ لان كيف تنعرفوا ان اللغه يعني اللغه بحال ولكن different at the same time كما تنعرفوا، لان ممكن اللغات راه كيتشابهوا في القواعد بعض المرات في بعض الكلمات الى اخره. فداك الشيء اسمه unified system. And the last one which is subordinate bilingualism اللي كتكون فيها one linguistic system access through the other. هذه اللي كنسميوها بعض المرات الانترفيرنس. بعض المرات كتلقى اللغه ديال ال1 كتدخل لك مع ال2، فبعض المرات كيكون واحد الميكسين، كتلقى راسك انك كتستعمل قاعده ديال لانجويج نمبر 1 ولانجويج نمبر 2 كيتلف. اذا هذه كتسمى subordinate bilingualism which means انه كاين واحد يعني linguistic systems كيدخلوا مع بعضياتهم، وهذا كيزيد ياكد الصعوبه ديال اننا نحددوا المنطقه ديال L2. So now let's move to مبغيناش نتعمقوا بزاف. So لهذا خصنا نشوفوا غير introduction شي حاجه مقدمه يعني شي حاجه بسيطه لان neurolinguistics is a C. ما علينا. So signs and symptoms of aphasia. اذا خصنا نشوفوا دابا واحد الحاجه كتسمى الافيجيا اللي هي very important خصك تكون عارفها. ملي كندوي على الافيجيا هو واحد if you want to say واحد البروبلم كيوقع عندك في البرين ديالك اللي كيخليك ما ديرش شي حوايج، من بينهم difficulty comprehending and expressing yourself. اذا عندنا افيجيا يعني اللي كتخليك ما تهضرش اللغه مزيان او ما تفهمش اللغه مزيان، يعني انسان كيدوي معك وانت ما كتفهموش، او لا كتبغي تهضر ما كتقدرش تهضر، كتلقى الكلمات مبعطرين او ما مقادش في الهضره ديالك.
hesitancy in speaking ما كتكونش عندك قدرة على speaking as I have stated before. reduced ability to write or write in the wrong words. إذا حتى هذه كتأكد على أنه يعني aphasia، يعني عندك مشكل في الدماغ ديالك اللي كيتكلف بلا برودكسيون دو لونغ أو لا كومبريهنسيون دو لونغ. difficulty naming people places or things، يعني إلا عطيتك واحد التفاحة وقلت لك شنو سميت هذه ما كتعرفش لأن عندك مشكل في البرين ديالك، منطقة يا إما البروكز اريا أو لا الفارينكز اريا مقيوسة لك أو لا مضروبة. tip of the tongue experiences، كيكون عندك حتى مشكل انك تقدر يعني ما تعرفش تهضر باللسان ديالك الى اخره. So that's it. I hope you understand this topic of today. يعني راه شوية صعيب but يعني if you search about it you'll find a lot of definitions, a lot of topics. So read a lot and then everything is going to be great. Thank you so much for listening to me and see you then.